السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى من عند الله كلشي يكون بخير وعلى خير. تنشكر الناس اللي دار ليا مشاركة وصلوني 100 مشترك. كنتمنى من عند الله من هنا لقدام يكون ما اكثر ان شاء الله. كنتمناو الخير من عند الله. كنا في الحياة مادام حنا في الحياة الا كنتمناو الخير لبعضياتنا. الله يرجع ربي يرزق اي واحد دار ليا بصمة ولا دار لي مشاركة، داكشي اللي تمنى من عند الله. شكرا لكم خوتي بزاف بزاف، الله يطول عمركم وجزاكم الله خير. انا واخا نشكركم تنعيا، ولكن ربي اللي يجازيكم. شكرا خوتي، الله يجازيكم بالخير. المهم خوتي، اليوم جيت باش نقدم معكم واحد البريوش ولا المهم فطائر زويونين خفيفين ظريفين، اللي عنده وليدات وهكا كيمشيو للمدرسه ولا شي حاجه. طريقه سهله واقتصاديه وما فيهاش البيض نهائيا، مع هذا الارتفاع اللي تضرب لكل شيء. الله يجعل ربي يلطف بينا وبيكم وجميع المسلمين. خوتي، درت انا فيها آه، المهم عندي فيها واحد كاس ديال الحليب يكون دافي، حيت دابا الجو بارد. خوتي، مع هاد الفطائر ولا هاد البريوش كيكونوا حلوين. درنا نص كاس ديال السنيده مع هاد الخليط هذا، وكنخلطهم مزيان، وكنديروا معاهم واحد الكاس ديال الطحين، وكنخلطوا مزيان مع الخميره والسكر والطحين. وبعد ملي تنخلطوا مزيان مزيان كنزيدوا كاس ثاني ديال الماء. درنا كاس د الحليب ودابا كاس د الماء، وكنخلطو وكنخليوها تفاعل واحد 5 دقائق. وكنجيبوها خوتي كنزيدو ديك 3 د المعالق ديال الزيت، وكنزيدو واحد فانيا، كنزيدو قبصه د الملحه شويه لابد باش تهرسنا الذوق. وكنخلطو خوتي مزيان مزيان، وكنزيدو الطحين. اما تهز ليكم 550 اما تهز ليكم 600 غرام على حسب الطحين والامتصاص ديال الطحين ديالكم. المهم اخوتي، وكتخلطوا مزيان هذاك المقادير مزيان. تتجمع ليكم. ملي كتجمع لكم اخوتي تتخليوها هكا في الاناء ديالكم حتى تضاعف الحجم ديالها، وكتجيبوها كتقسموها كويرات. انا قسمتها على 8 كويرات، ودرت حيت نديرهم بحال رغيفات وحده في وسط وحده. الفيديو ديالي شارح راسو براسو. تعطينا 4 ديال الوحيدات على قدنا. المهم فطائر زوينين صراحه وعجبهم وليداتي. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم هاد الفطائر هادو، ساهلين واقتصاديين صراحه. الحاجه اللي ما فيهاش البيض، فيها كويس ديال الحليب، يعني مادات ما جابت. وصافي. وبالنسبه انا المهم حتى كنديرهم هذا على يتر وليداتي. كنقول كنقص شريان ديال البيمو على الصباح ولا شي حاجه، ولا ما شي حاجه الواحد مطيبها بيدو عارف شنو كيدير ليها. المهم حسن من شي حاجه ديال برا. المهم اخوتي، وكتجيب واحد شويه زبده تذوبوها تقريبا شي 100 غرام هكاك ولا 2 معالق كبار. كتذوبوهم وكتخليها كتفرقي بها بحال اللي كديري المسمنه ديالتك. كديري وحده في وسط وحده، وكتخليهم اخوتي كيطلقوا شويه. هي راه مطلوقه العجينه زعما ما خصها والو، هي غير خاص شويه ديال الزيت فوق الرخامه باش كيطلقوا لك مزيان. صافي هادشي اللي كاين. نبقى نديرو اخوتي وحده في وسط وحده. كتنسالي العجينه ديالتي كلها، وكنديرهم في الميكا باش يطلقوا ليا، باش من بغي نطلقهم يجيوني ساهلين. كنبقى هكا خوتي كنتمشى، كنجبد جوج بجوج وانا كنضرب فيهم، كنصوب ليهم هادشي ديالهم. كنطلق هكا فوق الرخامه العجينه الاولى، وكنحطها وكندير لها شويه الزبيده. عاوتاني كنجيب الاخرى، واخا تقطع لكم راه كاينش مشكل اخوتي، يعني كتجي مورقه. جاو هشيشين بحال القطن زعما الصراحه. في الاول في الاخر الفيديو عاد تشوفوا الطريقه كي دايره، كيخرجوا صراحه زوينين وعمليين. حتى في رمضان ان شاء الله لا يحيي ويحييكم حتى نتوما في رمضان، ويحيي جميع امه محمد. صراحه الواحد كيبغي يبغي ينقص من شغل ديال رمضان. زعما ساهلين ديرهم هكا في الصباح وتوجديهم في العشيه، ولا ديريهم هكا وتخليهم حتى يطلقوا على خاطرهم عاد طيبهم باش يبقاو لك سخانين. واخا تاكليهم حتى باردين راه زوينين بالنسبه للوليدات ولا لينا حنا. حتى حنا براسنا علاش الواحد يشريهم مادام انت تقدري توجديهم في دارك اخوتي. المهم اخوتي، كنجيب هنايا شويه ديال الطحين باش يساعدوني. انا الفران عندي شاعل وزربت عليهم باش نيت نصوبهم في خطره. جبت اخوتي واحد شويه ديال الطحين الا طلقوا لك مزيان. انا خصهم شويه مازال يرتاحوا. انا جبت المدلك باش يساعدني في الطلق ديالهم، وساهلين دغيا دغيا. كديري غير قبيصه ديال الطحين ماشي بزاف،
لانه ما كيجيش باين هذاك الطحين ملي كتلقي بهم خوتي. المهم وكتقطعيهم على شرائح 3 بحال اللي غيبان لكم في الفيديو. كتجيبي الشكلاط، انا الشكلاط كان عندي هكا ديال كالا وقطعته طريفات ودرت كل المرصو في القنيز بحال اللي باين لكم هكا في الصوره خوتي. وكتنيوه، وهذاك القطيعات اللي كيبانوا باش تيجيو مخططين كديروهم من الفوق، والعجينه ديك اللي بقيتي كتني باش ما يتحلولكش كديريها من التحت باش ما تحلكيش العجينه بحال اللي كان عندي في الصوره هكا، وما كيتحلوش نهائيا خوتي. صافي انا ما دهنت لا البيض لا والو، ما درت لا بيض لا والو، درت غير هذاك شويه د الحليبه شويه ديال الفاني باش تعطي اللوغو زوين. وصافي ودخلت اخوتي الفران. نتوما تشوفوا في الفيديو ديالي كلشي جات محمره غزاله رطبه، ما نقولكمش كي دايره جات. يعني حاجه انا ملي كنديرها وكتنجح ليا زعما كنفرح بها، وكنتمنى حتى نتوما كتجربوها، صراحه شي حاجه زوينه. وكنتمنى من عند الله الفيديو ديالي يجيكم خفيف ظريف اخوتي على قلبكم. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، ونتمنى هاد الوصفه اللي حطيت لكم تعجبكم. وشكرا لكم بزاف اللي كيدير لي مشاركه، والله شكرا بزاف للجميع. وكنتمنى ربي يوفقني وصلت انا للفوق لا فيها الخير ليا. الله يجعل ربي يفتحها ليا ويفتحها ليكم. خوتي ملي كتسالي العجينه ديالك كلها كديروها في لاطا ديالتكم. انا اللاطا عندي ما كتلصقش، وما اصلا مصوبين بالزبده، يعني ما دهنتش اللاطا ديالي. يعني بغيت نزولهم جاوني سهوله نزولهم. كانت اللاطا ديالكم كتلصق ولا عندكم هذاك الورق الزبده حتى هو عملي. انا تسالت لي داك الشيء علاش ما درتوش. صافي كنستف هادشي في اللاطا ديالي خوتي. كنديرهم وفرقهم شويه على شويه لانهم كيتنفخوا، غير بحال هكا القياس اللي كندير انا، الله يجعل البركه. وصافي ملي كديروهم من الفوق حتى تيتحمروا لك وياخذوا لكم اللون. واي حاجه بحال اللي كطيبي القرص ديالك. وصافي هكاك وكتستفيهم كتدهنيهم بالحليب فيهم الفاني، ولا بغيتي حتى بالبيض ديرو. انا ما درتش نهائيا فيها البيض هكا، وجاو زوينين، جاو هشيشين بحال القطن. زعما باش نشكر فيهم ونعاود نشكرهم لان الصراحه جاو زوينين. المهم هادشي اللي كاين اخوتي. كنبقى ندير العجينه ديالتي كلها حتى تنسالي المقادير اللي عندي كلهم. كنستفهم كندخلهم يطيبوا. والبريوش ديالي الكوطي الفطور كيجيو غزالين خفيفين. ما تحيريش كاع واخا عندك الخبز اللي ما عندكيش، المهم شي حاجه زوينه. هادشي اللي كاين اخوتي.